الجمهور. استاذ احمد حبيبي بعد حضرتك يعني كابتن زيزو معانا كمان على التليفون، فهو يمكن هو سمع كلام حضرتك. كابتن زيزو مبروك يا كابتن وكل التوفيق، والحقيقه زي ما قال استاذ احمد راتب في كلامه مش هنضيف عليه كتير، انما اكيد الكلمه ليك انت، والف مبروك كابتن زيزو. الله يخليك كابتن نادر ومحمد والكل. مبروك يا كابتن زيزو. مبروك عليك يا حبيبي، الله يخليك يا محمد. مبروك يا كابتن زيزو، الف مبروك. الله يخليك يا حاج احمد. والله العظيم جميلك ده يعني على راس الاهلاويه كلهم. ربنا يبارك. ده مش جديد عليك ولا غريب عليك، وانت استاذ كبير. العفو. لما كنت لاعب ولما دربت ولما يعني في كل مكان انت استاذ كبير يا كابتن. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك. على فكره انا لسه متلقي التهنئه من الاستاذ احمد من حوالي ساعه ونص. فعلا سبحان الله، التوارد غريب. صدفه جميله ان انا مره ثانيه والله على الهوا كده. يا كابتن زيزو قلوب الاهلاويه عند بعضها بقى. لا الحمد لله يا حبيبي، ربنا يخليك. ربنا يديك الصحه ويخليك لينا يا رب. الله يبارك فيك يا استاذ احمد. والف مبروك يا ايمن، والف مبروك يا اشرف. ايمن اشرف ورامي ربيعه، مكاسب كبيره. ومعاكم بقى كل الشباب بتدونا الامل في مش الدوري ده، لا يعني في عشرات الدوريات اللي جايه ان شاء الله. شكرا استاذ احمد، شكرا. كابتن زيزو مع حضرتك. كابتن زيزو كابتن زيزو الحقيقه شيء جميل زي ما قال استاذ احمد، ويمكن دايما بنتكلم ممكن في بدايه الكلام، وانت حضرتك احنا استفدنا منك كتير جدا، ودايما بقولها ان حتى ميلادي انا كلاعب دولي كان على ايديك في 92 لما كنا موجودين مع المنتخب الحقيقه، ودايما الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لحضرتك واحد من الناس اللي هم فضل كبير جدا عليك كلاعب يعني. انما عايز اتكلم في شيء مهم كمان يا كابتن زيزو، ان ابعاد كره القدم مش بس فقط لا غير هي الفوز بالدوري، انما التقدير سواء للحاضر او للحاضر برضو بالنسبه لحضرتك، او بس انا بتكلم مش الماضي قوي انما للمرحله الانتقاليه يعني. فشيء جميل ان حضرتك يضاف ليك الانجاز، وشيء جميل ان حضرتك تعمل يبقى في انكار للذات في انك انت تكون في مرحله انتقاليه كانت صعبه جدا، هي وقفت الفريق على رجليه لغايه ما جه جهاز فني تاني اخذ الفريق، فطبعا ليك كل التقدير وكل الشكر يا كابتن. ربنا يبارك فيك يا نادر، ربنا يخليك. لا بص يا كابتن نادر، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. يمكن كنتوا بتتكلموا على الاستاذ احمد من شويه كده على يعني على الدعم والنادي والافراد وكلام زي كده، فانا عايز اقول ان احنا كلنا مسنودين بالكيان العظيم جدا اللي احنا بننتمي اليه بصراحه. الكيان دوت يساعد اي حد مخلص على النجاح بسهوله جدا. فدي بصراحه احد السمات الكبيره جدا للنادي الاهلي، من اكبر عنصر موجود فيه لاصغر عنصر موجود فيه. فدي نقطه اساسيه. النقطه الثانيه بالنسبه للوضع السنه دي، هو غالبا تغيير الاجهزه غالبا ما بيؤديش الى تحقيق البطولات، سواء عن عمد او بحسب الظروف. كويس. السنه دي حصلت حاجه غريبه جدا وانا شايفها لاول مره تحت كره القدم في مصر هنا، بشبهها عارف سباق التتابع في العاب القوه او في السباحه. الدور بتاع اللي هو 4% يا كابتن زيزو. 4% بس هم كانوا 3%. 3%. الدور 3% كان دور مهم جدا، وهو اداه بالشكل المناسب للنادي وللظروف اللي هو كان بيمر بيها. الدور بتاعي انا برضو انا اديته قدر الاستطاعه بالشكل المناسب للظرف اللي انا كنت موجود فيه، اللي الناس كلها كانت عارفاه، سواء من اصابات او انخفاض مستوى او ظروف كانت غير طبيعيه. واخد بال حضرتك؟ الو. ايوه كابتن، اتفضل يا كابتن. الدور الثالث بتاع مستر جوزيه اداه برضو بالشكل اللي الظروف ساعدت فيه، بعوده عماد متعب ودومونيك كلاعب جديد، و12 لعيب كانوا مصابين رجعوا ولله الحمد. زائد بقى طبيعه الكيان، هي دي النقطه الاهم، اهم من كل الافراد بصراحه. يعني هي دي النقطه اللي تساعد اي فرد على النجاح، ولذلك هو المدرب، اي مدرب مهما كانت عظمته بيعيش دايما ما بين الاخفاق والنجاح والمكسب والخساره. فلما بيكون في مكان زي النادي الاهلي كده كيان كبير، اكيد دي بتفرق معاه كتير جدا في سهوله تحقيقه للكاس. فانا اعتقد ان احنا كنا موفقين ولله الحمد السنه دي. ما تنساش الدور الكبير جدا برضو للاداره، الدور الكبير جدا للعيبه، الدور الكبير جدا لاصحاب الخبره في اللعيبه وبرضو الصغيرين. وفي دور انا يعني بثني عليه بشكل وبقوه، دور المتفرج الاهلاوي. طبعا صح. انا في مشهد حصل لي في مباراه الاهلي اللي هي اول مباراه كنت امسكها مع سموحه، واتكرر معايا في اكتر من مباراه.
في ماتش حرس الحدود في استاد القاهره ده اللي هو الاهلي كسب في 2-1 يا كابتن صح؟ 2-1 دخل فينا هدف. مظبوط. انا فوجئت بجمهور النادي الاهلي، قام زي بالظبط لما بنحرز هدف بيقوم يهتف. الملعب كله ولع احمر بالرغم ان الجون فينا احنا. فانا حتى قلت سبحان الله، اكيد ربنا مش هيرجع الناس دي خسران النهارده او زعلان. وربنا فعلا وفق يومها. فعايز اقول ان الجمهور السنه دي كان ضرب مثل عظيم جدا 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 في ظروف صعبه، وسهل جدا على المتفرج انه يشجع فرقته وهي كسبانه. انما الصعب والاحتياج الاكثر لما ان احنا نجد المسانده من المتفرج في اوقات الصعبه. فانا طبعا بشكر جماهير النادي الاهلي جدا. وعلى فكره انا الناس محسساني ان انا يعني ساهمت، وده جزء. لا ده انت ساهمت مساهمه فعاله يا كابتن زيزو. لا والله انا ما ينفعش ان كده يعني. لا ده انت ساهمت مساهمه كبيره جدا طبعا. لا الحمد لله احنا بنحب يعني جاحد اللي يغفل دي طبعا يعني. الحمد لله يا محمد، احنا بنحب المكان ده جدا جدا، وفعلا بندي فعلا يعني لوجه الله وحبا في الناس وحبا في المكان. بهني طبعا حبايبي اللي موجودين معاك ولادنا، وبتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق باذن الرحمن، سواء رامي او ايمن وكل زمايلهم. بهني النجوم الكبار اللي موجودين ان شاء الله. ابو تريكه بالتحديد ان شاء الله، انا بعتبر الفتره اللي فاتت دي كانت اجازه اجباريه، وهيقدر يرجع مره ثانيه افضل. وان شاء الله برضو النجوم الكبار بتوعنا كلهم يبقوا موجودين، ونجومنا الصغيرين يكبروا، ويفضل النادي الاهلي زي ما هو النادي ان شاء الله. كابتن زيزو اسالك حاجه اخيره معلش، شفت ايه في رامي ربيعه اللي خلاك دفعت بيه بسرعه كده، فاجئتنا بيه؟ يعني انت ما لحقتش، فتره كانت قصيره قوي وفاجئتنا في اول ماتش على طول برامي ربيعه. رامي بص، انا دايما بقيم اللعيب بالقدرات اللي ربنا اداها له، لان مفيش حد بيصنع حد، انما احنا بننمي وبنوجه يعني ونكبر، بس مش اكتر من كده. رامي عنده حاجه مهمه جدا، وهي ان عنده شخصيه اللاعب، ما بيخافش. ولذلك انا ليله المباراه بتاعت الحرس اللي هو المباراه اشترك فيها، سالته سؤال مباشر، قلت له هسالك سؤال مباشر تقول لي اه ولا لا. قال لي اتفضل. قلت له انت خايف؟ قال لي لا. قلت له خلاص انتهت العمليه. فدي بتفرق كتير قوي. فشخصيه اللعيب هي اللي بتوجهه. احمد عادل عبد المنعم يوم ماتش الاهلي والزمالك برضه جبته، بس خلي بالك الكلام ده بيتقال امتى؟ بعد التقييم الحاله بتاعته، عشان خاطر الناس برضه ما تفهمنيش غلط فيها. انت بتقيم اللعيب بناء على الاوضاع، بناء على حالته في التدريب، بناء على فورمته، بناء على استعداده. وبعدين بقى بتيجي في الاستعداد النفسي، لازم تشوف اللعيب طالما ان الظروف غير طبيعيه. فلما اللعيب يبقى عنده الثقه في نفسه وثقه في الحاله بتاعته، ما بيخافش، فبيقول لك فهو يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهو رامي ما شاء الله عنده شخصيه كويسه، ولسه قدامه مشوار طويل، وعايز يكافح ويتعب عشان خاطر ان شاء الله يحافظ على اللي هو فيه باذن الله. كابتن زيزو الف مبروك مره ثانيه، واكيد يعني المباركه موصوله. مبروك كل الناس يا حبيبي. الف مبروك، واكيد دور حضرتك يعني لا يقل اهميه ابدا عن الدور السابق مع الفريق الاول في تدعيم دايما